يا صباح الخير، يا صباح الورد. عاملين ايه حبايب قلبي؟ يا رب تكونوا بخير. يوم جديد وفيديو جديد. يلا بينا كده نسمي الله ونتوكل على الله كده، والنهارده كده نبدأ يومنا مع بعض. نشغل بس كده الصبح كده على سورة البقرة. بحب أبدأ يومي بيها. بحب دايما الصبح كده تبقى سورة البقرة هي اللي شغالة، فهنشغلها كده. الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون. ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى يقول آمنا بالله وباليوم الآخر. يلا بقى كده نشوف هنعمل ايه النهارده في يومنا. بصوا بقى، انا كنت جايبه كده شويه حاجات، قلت اوريها لكم. كنت جايبه دقيق السميد بتاع البسبوسه. قلت اجيبه كده يعني سايب او يعني مغلف كده لوحده، لان الكيس اللي انا بشتريه بتاع كان عامل البسبوسه 50 بقى جنيه تقريبا كده، يعني بصوا ودول جوز معلقتين. هند بقى شويه دول صغيرين ب60 قوي، جنيه من يعني ما سعر الكيلو بيقضيش ما 240 بيقضيش ان هو جنيه يعمل صينيه دول ربع بسبوسه. كيلو تقريبا، ربع كيلو وجبت كان جوز هند، ب60 جنيه. جبت دول تمام. تقريبا ربع كيلو. وجبت كمان الكيلو سمسم عامل فاتح كده، 42 ما جنيه بحبش السمسم الابيض دول علشان ربع السمسم كيلو الابيض عاملين بيكون متشال 60 من جنيه عليه القشره بتاعته، والقشره وجبت دي صحيه سمسم جدا على فكره. 17 جنيه ونص. فسمسم من سعر 17 الكيلو ونص 120 من جنيه سعر الكيلو 120 جنيه. دول 145 145 جرام. جرام سمسم. يعني عايزه اقول لكم وجبت لنا الله سوداني يعني. دول ب29 جنيه من سوداني سعر ب29 جنيه 112. من مش سعر عارفه ليه 112. 112 وليه 29؟ وجبت ليه مش عجوة 30 بس طرية مثلا وجميلة قوي، دول او كده يعني. ب26 جنيه. المهم، وفانيليا جبت الواحدة عجوه ب10 جنيه. ب26 جنيه بس طريه قوي يا جماعه وتحفه بصراحه، وهتبقى حلوه قوي قوي النهارده في الطريقه اللي احنا هنعملها او في المخبوزات اللي احنا هنعملها. وجبت فانيليا الواحده ب10 جنيه، وجبت حليب لبن. هغلي كيس واشيل التاني. طبعا انا عايزه بس ارحب باصحابي الجداد اللي انضموا للقناه، بجد انتوا على راسي من فوق، وانا فرحانه جدا جدا بوجودكم. والناس اللي جات لي، بصوا كلكم على راسي من فوق يا جماعه، بجد انا بحبكم جدا جدا في الله. ربنا يا رب يجمعنا دايما على الخير، ويكون الفيديوهات فيها افاده، ما تكونش مجرد فيديوهات زي ما بنقول حشو كده، يلا واقلب وهات اللي بعده كده. فانتوا دايما ان شاء الله هتلاقوني، لو لي عمر هتلاقوني يوم ويوم، لان قصة ان انا اصور كل يوم ده هيكون صعب جدا عليا. انتوا عارفين بقى الولاد بقى والبيت وكده والتصوير كمان، فالموضوع هيكون مرهق جدا. فنحاول على قد ما نقدر ان انا التزم معاكم يوم ويوم. ادعوا لي بس كده ان انا ما خيبش ظني الاول وظنكم ان انا هكون قادرة على التحدي ده، لان التصوير بياخد وقت ومجهود. وكمان كل يوم علشان اطلع لكم اكيد هتزهقوا، وهيبقى الموضوع فيه رتابة كده وهيبقى تقيل قوي. فخلينا كده يوم ويوم، وربنا ييسر الحال. ادعوا لي بس دعوة حلوة كده من قلبكم. ولو حسيتوا ان الفيديوهات بتستفيدوا منها قولوا لي ربنا يبارك لك يا ايمان، وربنا يخلي لك اولادك. دي اهم دعوة عندي في حياتي، يخلي لي اولادي ويبارك لي في زوجي وفي بيتي. بصوا يا جماعة، انا جبت الدقيق واخدت منه بالتقريب كده حوالي كيلو. انا بعاير الكيلو بعناية. انا يعني بصوا حاطه طبق كده جوه العلبه بتاعه الدقيق، انا عارفاه يعني الكيلو مقداره معين كده بعناية، لكن ما عنديش ميزان، ما عنديش طريقه اعاير بيها الكيلو غير كده. فدول حوالي كيلو، ممكن نقول كيلو مثلا وشويه، صغيرين قوي قوي. حطيت عليهم ذره ملح، وحطيت عليهم حوالي 3 معالق كده كبار من السمسم. السمسم اللي انا جايباه ده مش ابيض، ده سمسم احمر بس وسط كده، مش اللي هو الغامق قوي ده. انا عندي سمسم غامق قوي قوي، فلما بحطه جوه مخبوزات وتدخل الفرن بحس ان هو بيبقى زي الشايط كده. فده وسط كده ومش ابيض، انا ما بحبش السمسم الابيض خالص. وبدأت بقى كده، حطيت السمسم وحطيت كوباية سمنة على كوباية سمنة وربع كوباية زيت. خلاص كده يبقى كيلو دقيق. كوباية سمنة وربع كوباية زيت، او يعني اكتر من ربع سيكة كده، وذرة ملح. وهنبدأ بقى نقلب كل الحاجات دي مع بعضها. مش بنعجن، احنا بنبسس العجينة، بنبسسها كده، يعني هو ده اللفظ اللي احنا بنقوله. بصوا لما تبقى كده، ده الملمس اللي انا عاوزاه. والسمنة والزيت
حلوين مع بعض. يعني انت ممكن تحطي زيت بس، ممكن تحطي سمنة بس الميكس مع بعضه حلو جدا. الزيت بيخلي المعجنات، انا هعمل منين وهعمل قراقيش بالشمر واليانسون، فالزيت على السمنة بيدوا ميكس حلو مع بعض، بيخلي القرقوشة كده بصوا فيها كده طعم حلو وفي نفس الوقت مقرمشة. الزيت طبعا بيقرمش الحاجة، لكن انا اللي بقولك اعتمديها. لو انت ما عندكيش سمنة او مش هتحطي سمنة وحطيتي زيت مش هيجرى اي حاجة على فكرة. وهم في المخابز عشان تكوني عارفة والله بيحطوا زيت يا جماعة، انا شايفاهم بعينيا. ايام ما كنا بنعمل حاجات كده كنت بودي، ما كنتش بقى عندي وقت خالص ايام الثانويه العامه، فكنت بودي الدقيق، وكنت احيانا بشوفهم وهم بيخبزوا كانوا الازايز الزيت الكبيره خالص دي، ابص الاقيهم عمالين يدلدقوا منها. بصوا يعني انهم بيعملوا كميات، فبس ويقطعوا ويلفوا العجينه ويلا شقلب واجري كده، فاهمين؟ فالمهم يعني لو انتي ما عندكيش سمنه او انتي مش حابه تحطي سمنه فحطي زيت بس وهتطلع برضو حلوه معاكي. مهم يبقى انا حطيت كده المكونات دي كلها، وكنت حاطه جنبي شويه كده من الخميره على شويه ميه وعليهم معلقتين سكر، وزودت عليهم شويه ميه الم بيهم العجينه. انا مش بعجن القراقيش او الحاجات اللي هي المنين البسكوتات الكلام ده كله، احنا بنلم العجين بس يا جماعه. بصوا ما ينفعش ان انا افضل بقى ايه الت فيها واعجن، لان ده مش عجين. انتي هتلتي وتعجني يبقى هتعملي عرق للعجينه، واحنا مش عايزين كده خالص. بس كده اهي لمينا كده العجينه، عايزه اقول لكم ريحتها تحفه. هغطيها بقى واسيبها جنب مني كده على الرخامه لحد لما اخلص كل اللي ورايا. بس هي مش مطلوب منها ان هي تختمر الاول، لان احنا كده كده هنشكلها ونسيبها في الصواني تختمر، ولكن انا سايباها ترتاح على بس ما اقشر شويه الكوسه دول. قلت اعمل غدا ايه النهارده، اعمل غدا ايه النهارده. انا كان عندي اخر مره كان عندي كوارع، كنت حتى عاملاها معاكم، قعدت عندي يومين. تخيلوا، قعدت يومين عندي، فكانت الحمد لله يعني قضتني يومين. والنهارده بقى قلت اعمل النهارده الكوسه دي، لقيتها في التلاجة من الاسبوع اللي فات، فحسيت ان هي ممكن بقى ايه يعني تبوظ، حرام وخساره. فقلت ان انا اعملها. بصوا انا بعملها كده بالمقوره او بمنقاش، ده المنقاش بتاع الكحك، بتخربشيها كده بيها ما تقشريش. في ناس بيقشروها وفي ناس كتير قريبه مني بيقشروها، وحماتي بتقشرها وناس يعني اعرفهم بياخدوا الكوسه دي يقشروها. لا انا ما بقشرهاش، انا بخربشها كده بالمقوار او بمنقاش. المنقاش بتاع الكحك يا جماعه عارفينه، بيدي كده شكل حلو للكوسه، بتحسي كده ان هي مخططه كده وجميله. لكن اللي بتتقشر دي انا ما بحبهاش ابدا. وبعدين قشره الكوسه فيها فوائد كتير جدا. كان في مثل كده بيقول ازاله القشور خطوه للقبور. الحاجه دايما القشره بتاعتها فيها افاده اكتر من الثمره نفسها. يعني دايما القشره بيبقى متركز فيها الفيتامينات والحديد والمعادن اللي بتبقى في النبات. فبس خربشناها بس كده بتدي شكل حلو، وفي نفس الوقت برضو بتساعد بقى ان الكوسة تستوي معاكي على طول. هي كده كده الكوسة يعني روحها قليلة، روحها رهيفة زي ما بنقول، لا بتستحمل في التلاجة ولا بتاخد وقت على النار. فهعملها بقى النهاردة كده بشوية لحمة مفرومة، كانوا عندي لو تفتكروا من يوم العيش بلحمة كنت مصوراه معاكم في القناة التانية، القناة اللي هي ال30,000. فكنت شايلاهم في الفريزر متبلين بالبصل بتاعهم، يعني دي كانت الحشوة بتاعة العيش بلحمة. يوم ما عملت العيش بلحمة اتفضل حبة كده، بصوا يا جماعة يعني مش عارفه ما يجوش حاجه يعني، بس قلت خلاص النهارده هقلبها عليهم وهتبقى زي السكر، ويبقى يوم وعدى والحمد لله كده. ايه ربنا يطعم كل جائع، يعني يبقى يومنا كده وغدانا حلو، بدل ما اعمل يعني عماله اقول انا كنت هعمل كشري مصري، فعماله اقول طب اعمل الكشري المصري، طب ما الكوسه دي حرام هتبوظ في التلاجة. فقلت لا خليني اعمل الكوسه، والكشري بقى ايه خليه وقت تاني. اهي يا جماعه دي اللحمه اللي انا كنت بقول لكم عليها. انا حقيقي مش فاكره هي كانت من العيش بلحمه اللي فات ولا اللي قبله ولا كانت امتى، بس انا اللي انا متاكده منه ان هي كانت من العيش بلحمه اللي فات. حطيتها كده على النار لحد بس كده لما اضرب شويه طماطم، فقلت بقى اجيب الطماطم برضو افرزها. انا دايما كده ايدي في التلاجة على طول، يعني لما بكون متسوقه ومظبطه تلاجتي بيكون عيني برضو عليها، ما بسيبهاش من الاسبوع للاسبوع. لا دايما كده افرز الحاجه، في طماطمايه باظت، في مثلا كوسايه مش عارف ايه، قرن فلفل مثلا تحس ان هو باظ،
لان الحاجات دي لما بتتساب على بعضها بتبوظ بعض. فدايما كده خلي عينك جوه التلاجة بتاعتك، عينك في ضرفة الخزين بتاعتك، الحاجات دي شيكي اول باول، ما بياخدش وقت على فكرة. فنقيت الطماطم اللي هي مستوية قوي ورحت ضرباها كده. انا صراحة خلصت صلصة، كان عندي شوية صلصة محترمين كنت مصلصاهم وحطاهم في اكياس في الفريزر. كنت بصوا عايزة اقول لكم عندي درج في الديب فريزر مليان صلصة. تخيلوا حتى لما الطماطم غلت الحمد لله ما كنتش محتاجة طماطم من بره خالص، غير بس يدوب كده على قد السلطة، لكن ما كنتش بحتاج صلصة خالص الحمد لله يعني. لكن المرة دي بقى فتحت الدرج كده ما لقيتش فيه، فقلت بقى اضرب من الطماطم دي، هتلاقوها لونها فاتح كده، بس انا هسبكها حلو لاني برضو ما عنديش صلصة من بتاعة المحلات ان انا احط عليها معلقة ولا حاجة، فهسبكها كويس وهتبقى جميلة وزي الفل. ولعت بقى كده، حطيت بقى ايه حتة اللحمة اللي انا قلتلكوا عليها دي، وزي ما قلتلكوا هي متبلة بالبصل والخضار، يعني كان عليها بصل وكان عليها فلفل الوان وكان عليها خضرة وكان عليها شوية شبت، كان عليها البهارات بتاعتها. بقول لكم كنت بقى شغالة في العيش بلحمة. فعايزة اقول لكم ريحتها رهيبة يا جماعة وهي بتغلي مع الطماطم، تحفة بجد. تحسي ان انت مش عارفة انت بتعملي ايه، انت مولعة على عيش بلحمة ولا بتعملي طبيخ ولا بتعملي ايه، انت مش فاهمة انت بتعملي ايه. المهم ان البيت ريحته حلوة كده، ريحته اكلة حلوة. وبرضو قلت ايه اعمل كده برضو شوية رز ابيض، حطيت شوية مية على النار، شوية ملح وشوية زيت. بحب اعمل الرز بالزيت بيبقى مفلفل وحلو، وممكن اديله تشريبة سمنة كده في الاخر، يعني معلقة كده على الوش، لكن في الغالب يعني انا بحط له زيت بيبقى احلى. وبس بصوا بقى حطيت، بس انا زودت شوية ملح لان لقيتها عدبة، وهقلبها تقلبتين كده. وطبعا الكوسة جنب مني متقطعة وجاهزة اهي. بصوا عايزة والله يا جماعة اقول لكم كانت ريحتها حلوة، بس انا بقول الريحة دي طالعة من التتبيلة بتاعت العيش بلحمة، كانت ريحتها حلوة قوي. فبس كده، فنزلت بالكوسة ومش هزود مية ولا حاجة، هي كده كده الكوسة بيكون فيها مية فهتنزل المية بتاعتها، بس لو احتاجت ازودها كوباية ولا حاجة هبقى ازودها. رحت بقى العجينة بتاعتي، انا على ما قطعت الكوسة وعلى ما ضربت الطماطم كانت العجينة، انا بقول لكم انا مش عايزاها تختمر، فما شاء الله اللهم بارك لقيتها مختمرة زي ما انتم شايفين. فجبت بقى ايه كده كده الغدا جنب مني على البوتاجاز، فقلت بقى ايه وانا واقفة على الرخامة كده اقطع شوية المخبوزات دول. بصي لما تكوني بتفرشي المفرش السيليكون بتاعك على الرخامة وعمال يروح ويجي منك كده، حطي له نقطة مية على الرخامة وفرديه كده، هيلزق بصوا فظيع، هيبقى كأنه قطعة من الرخامة. هنا بقى كده ادي العجينة بتاعتي ما شاء الله حلوة جدا وناجحة 100%. فقطعتها كده على 3. انا ما كنتش عارفة بصراحة العجوة اللي عندي دي إيه هتقضي يعني ان انا اعمل بيها الكمية دي كلها ولا لا، لان انا طبعا عايزة اقول لكم ان ولادي بيحبوا التمر، بيحبوا التمور، العجوة، التمر، البلح الاسود، الحاجات اللي هي كده دي هم بيحبوها. فسبت لهم حتة كده برضو على جنب، هم نفسهم فيها يعني ايه، ابني بيحب يقطعها كده ويعمل بيها اختراع، هبقى اخليه يعمله لكم مرة. بيقول لي الكابتن في الجيم قايل لهم عليه، بس انا هخليه هو اللي يعملها لكم. المهم خلينا في موضوعنا بس دلوقتي. انا جبت كده قطعة من العجين ورحت بصوا فرداها كده، بصوا على شكل، على قد ما اقدر كده بجيبها على شكل مستطيل، فاهميني طبعا اكيد اهي. وطبعا برضو مش عايزاها تقيلة، يعني مش عايزة العجينة تخينة قوي لان انا لسه هلفها على بعضها فما يبقاش فيها عجين كتير. المنين او بيقولوا عليه برضو ساعات كعب الغزال، بيبقى العجينة بتاعته ملفوفة كده وما بتبقاش العجينة كتيرة، بيبقى العجوة او التمر بيبقى اكتر. فطبعا عشان تفردي التمر او العجوة بتاعتك بنيجي فردينها كده، بس ايه كيس فوق وكيس تحت، وتفرديها كده على قد ما تقدري بس. وهنبدأ بقى ان احنا نفردها فين فوق العجينة دي. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. عايزين ناخد أجر كده طول ما احنا شغالين يا جماعة، او يعني مش وانتي بس بتتفرجي عليا، وانتي واقفة في المطبخ، وانتي بتعملي اي حاجة، بتنشري غسيل او كده، دايما كده صلي وسلمي على سيدنا محمد. وهقول لكم برضو كمان على حاجة، والله العظيم يا جماعة اقسم بالله العلي العظيم كانت زي مفتاح فرج ليا. والله العظيم انا عايزه اقول لكم مريت بازمات كتير، وكان مفتاحي للخروج من اي ازمه هي الاستغفار. اقسم بالله كنت اوقات بستغفر فوق 1000 مرة في اليوم من شدة الكرب اللي انا
كنت ممكن ابقى حاسه بيه او حاسه بزهق او ايا كان. فاستغفروا على قد ما تقدروا، كل لما تبقوا قاعدين ساكتين كده استغفروا. وعلى فكرة الاستغفار 1000 مرة مش كتير. انتي بتحسي ان هي يا 1000 مرة ده كتير قوي، لا مش كتير. استغفر الله استغفر الله استغفر الله، طول ما انتي قاعدة كده بتحسي انها يعني خلاص بقى لسانك يعني ايه متعود عليها. وادعيلي بعدها بقى، ادعيلي دعوة حلوة من قلبك لما تحسي ان همك وكربك انفك بعد الاستغفار. بجد يا جماعة سحر كده، فانا دايما بسمي سحر الاستغفار بصراحة. فاستغفر الله العلي العظيم واتوب اليه. فردت بقى العجوة، انا طلعت من الموضوع بتاع المنين ودخلت في حاجة تانية. فردت العجوة بتاعتي على العجينة زي ما انتوا شفتوا، والفيديو عموما شارح نفسه، وانتوا اكيد اشطر مني واحسن مني وبتعملوا كمان يعني حاجات احلى من كده. انا بس كنت حابة اعملها علشان الفطار، مثلا لو بالليل مثلا مع كوباية شاي بتبقى حلوة. لفيت كده العجوة جوه العجين وبرمتها كده رول، وجبت بقى هنا عسل اسود وسمسم. العسل الاسود حديد 100%، والسمسم، السمسم ده بقى يا جماعة برضو سحر. انا من الناس اللي عندها بصوا الزهايمر، انا بنسى كتير، بنسى، ببقى مش بفتكر حاجة. ساعات كده ببقى حاطة الحاجة واقول يا ربي هو انا حطيتها فين، معرفش ده ايه ده، مش عارفة بجد ايه السر في النسيان ده، حاجة رهيبة. فالعسل والسمسم حلوين على بعض، فممكن تاكليهم كده، يعني قصدي يعني ممكن تاكليهم كده بعيش، او تاخديهم الصبح معلقة كده على الريق، بينشطوا الذاكرة، او تديهم لولادك وهم بيذاكروا، حلوين جدا. فدهنت كده الرول ده كده بالعسل والسمسم، وهبدأ ارصه جوه الصواني كده. الصواني ما بدهنهاش لان كده كده العجينة كلها سمنة. تمام. ممكن برضو تقطعيها لو انت مش عايزة تقطعيها كده بالسكينة، ممكن تعمليها زي قولوا معايا، بالفتلة كده، زي اسمه ايه، زي ايه، زي السينابون. بس بيبقى برضو تقطيعها سهل. بس انا بقى بصوا المرارة يعني في ذمة الله، فبعمل بالسكينة، وكده كده برضو شكلها بيبقى حلو يعني. اهو بصوا عسل. ده برضو زي ما قلتلكوا بيتقال عليه كعب الغزال عشان بيبقى صغنطوط كده. بس فهعمل برضو كمان مرة باللي هو بالعجوة يعني والعسل والسمسم، والباقي بقى هعمله بحاجة تانية. بصوا يا جماعة، الناس حبايبي واخواتي وحبايب قلبي من جوه اللي عندهم ولادهم في ثانوية عامة، انا حاسة بيكوا جدا جدا. انا مريت السنة اللي فاتت دي، كانت من اصعب السنين الدراسية اللي مرت عليا. والله يا جماعة السنة دي تقيلة قوي. يا رب يا رب يفرحكوا كلكوا، يا رب تفرحوا فرحة تسجدوا لربنا كده وتبقوا بتبكوا كده. والله العظيم يا جماعة فرحة ما بعدها فرحة. ربنا يفرحكوا يا رب. واي حد بيسمعني، حتى لو انتي طالبة يعني بتتفرجي عليا او جيت قدامك بالصدفة، ادعي من ربنا واستغفري كتير، وربنا صدقيني هيكبر بخاطرك. خلاص كده ادي المنين حطيته، هو عملته كده، عملت 2 يعني، عملت 2 رول من المنين ده. وجبت بقى بعد كده معلقة شمر على ينسون، وبصوا يعني دفتها كده على النار بحيث ان ريحتها تزيد. انتوا دايما الاعشاب لما بتحطيها على النار كده دقايق كده، بتبصي تلاقي ريحتها تحسي انها زادت، تضاعفت كده. فانا من الناس اللي بتحب ريحة الشمر واليانسون جدا، بحب الحاجات دي قوي. فحطيتها كده بس في طاسة على النار، وقلبتها تقلبتين، ورحت نازلة بيها على باقي العجينة. بصوا حتة العجوة اللي اتبقت قد ايه، لان كعب الغزال او المنين بياخد عجوة كتير. وعلى فكرة المنين ده هي واحدة كفاية، لان هو بيبقى مسكر قوي من العجوة، وكمان على وشه عسل وسمسم، فواحدة او 2 مع كوباية شاي عدبة من غير سكر، حلو جدا. يعني الصبح كده فطار ممتاز. اعملي بقى برضو كده، وانتي برضو لو حابة تزودي الكمية براحتك. انتي حابة تعملي شوية حلوين وتخليهم عندك في علبة في المطبخ عندك، حلو جدا لولادك الصبح وهم رايحين مدرسة رايحين الكلية. الكلام ده كله بيبقى حلو قوي. عايزه اقول لكم ان ابني كل يوم يقول لي ماما اعملي لنا مخبوزات زي زمان. انا ايام ما كان عندنا بقى ثانويه عامه، انا ما كنتش بعمل لا مخبوزات ولا اي حاجه. انا كنت بقف في المطبخ بعمل الاكل بصوا سريع سريع كده، علشان انا كنت حاسه ان انا اللي بامتحن، وانا اللي عندي مذاكره، وانا اللي يعني مسؤوله، وبدعي ليل نهار من ربنا. والله الحمد لله يا رب، سنة وعدت وعقبال كل الحبايب ما تعدي عليكم يا رب السنة دي على خير كده يا رب، وتفرحوا وولادكم يفرحوا، اللهم امين.
فخلاص بقى كده مسكت بقى العجينه اللي باقيه دي، قطعتها كده بقى. انا ما بحبش القرقوشه الطويله قوي زي بتاعه المحلات دي، بحبها وسط زي ما انتم شايفين كده، ولا برضو بحبها صغيره قوي كده، لا يعني الوسط حلو، خير الامور الوسط. فبصوا بقى كيلو الدقيق عمل لي الاربع صواني دول، والصينيه بتاعه المنين دي ركنتهم بس جنب مني هنا. طبعا انا كنت بشتغل والغدا جنب مني. بصوا انجاز ما بعده انجاز. الصبح بدري البركة في البكور زي ما بنقول، بتعرفي تنجزي حاجات كتير. فخدت بقى الكوسة والصلصة بقى كله كده، ورحت حطاهم في طاجن زي ما انتم شايفين كده، وهدخلها بس في الفرن شوية كده، ايه، تتسبك كده وتمسك نفسها وتعمل وش. وادي الرز هنا ما كانش في حد هيتغدى اصلا، يعني انا ما كنتش هاكل، وجوزي كان لسه ما رجعش، وبنتي ما كانتش في البيت، فكان اللي هياكل هو مروان محمد كان هيتغدى هو مروان. بس بصراحة بقى اختكم في التفاصة يعني ما اقولكوش، كانت ريحتها تحفة. فخدت معلقتين كده، انا كنت عايزة اخبز الصواني، فقلت كده ايه اما ادوقها كده معاكم قدام الكاميرا، مع اني ما بحبش اكل قدام الكاميرا والله، بس هي جت كده بقى فسامحوني، يعني في ناس ما بتتقبلش المنظر ده، بس معلش بقى. اخدت معلقتين كده طعمها تحفة بجد. واللحمة المفرومة بقى تقولوا انتي طبخاها بمثلا بكيلو لحمة، من كتر ما هي متبلة وحلوة ريحتها جميلة. وده المخلل الزيتون اللي انا كنت عاملاه معاكم. وبس، الولاد اتغدوا، وفي نفس الوقت انا كنت حاطة الصواني دي في الفرن. بصوا يا جماعة، هم فرن، يعني هم ملوة الفرن. فدخلتهم في الفرن، وعايزة اقول لكم بسم الله ما شاء الله ريحتهم قلبت العمارة، بجد ريحتهم تحفة. وادي المنين، بصوا الكمية دي اللهم بارك، حبة حلوين قوي، هيقعدوا عندك برضو يعني، طبعا على حسب اكلك واكل ولادك او على حسب عدد افراد اسرتك، بس الشاهد من كلامي ان هم هيقعدوا عندك حبة حلوين. يعني دول مثلا هشوفوهم دلوقتي لما يترصوا في الصينية يعدوا يعني مثلا مقربين من 2 كيلو. والمنين ده تقيل يعني، لانه في عجوة بيبقى تقيل لما بتيجي تشتريه الكيلو، هم حبة قد كده في كيس صغيرين قوي. والكيلو دلوقتي من القراقيش مش عارفة دلوقتي بكام، ب100 تقريبا ولا بكام. والمنين طبعا اغلى. فانتي عملتي بصوا كمية محترمة ليكي ولولادك في البيت. بصوا اللهم بارك، ربنا يا رب يطعمكم ويطعم كل جائع يا رب. جميل يا جماعة، وريحته تحفة، الشمر ريحته قلب البيت حرفيا. وطبعا المنين بالعجوة حاجة مغذية، مش مجرد دقيق بس وخميرة وسمنة، لا انتي يعني بتدي لولادك تمر الصبح كده. بصوا من جوه عامل ازاي، طبقات ازاي، شكله شهي جدا وحلو. عايزه اقول لكم ان ولادي لولا ان هم عارفين ان انا عاملاه في البيت، قالوا لي يا ماما كنا قلنا انت جايباه من بره وانت جايه من الشارع. خصوصا المنين لان هو باين قوي ان هو جاهز. ممكن القراقيش باينه شويه ان هي بيتي، لكن المنين باين قوي قوي ان هو حاجه جايه من المخبز. خلاص كده، ادي كده المخبوزات اللي انا عملتها، والغدا اللذيذ الجميل اللي هو البسيط قوي زي ما قلت لكم، حته لحمه على شويه خضار. وممكن تعملي بقى اي نوع يعني مش لازم كوسه، ممكن تعملي اي نوع خضار بحته لحمه مفرومه كده، هتبقى برضو زي العسل. ويوم وبيعدي. ربنا يا رب يوسع على كل الناس، الدنيا بقت غاليه جدا جدا. وعلى فكره الغني والفقير حاسس بالازمه دي، مش فئة معينة هي اللي حاسة بيها، لا، هو كله حاسس بالأزمة، لأن الحاجة بقت أسعارها يعني الحمد لله. قولولي بقى ايه رأيكم في المخبوزات، وايه رأيكم برضو في الغدا. ادي كده، بصوا العسل عطيله لون حلو ازاي. على فكرة هما في المخبز بيحطوا عسل على مية على سمسم، انا ما حطيتش عليه مية خالص. بس كده. كنت بقى قلتولي الفيديو اللي فات يا ايمان غيري الكفرات بتاعة المراتب، فانا بقى دلوقتي هاخدها. وكلمت المحل اللي انا جايبه منه، وقالوا لي هاتيها مفيش مشكله خالص. قلت لهم ده انا فرشتها من امبارح، يعني هي كده قعدت يومين على السرير. بس عايزه اقول لكم ان هي سيئه جدا، بتتلم وبتلم الملايه زي ما انتم شايفين كده. تحسوا ان هي بصوا بتكلكع كده، بصوا او بتخطط كده تحت اهي، شايفينها يعني، انتوا فاهمين قصدي. بصوا كده وتلاقوا الملايه اتلمت، ما فيهاش وبر، الكفر ما عليهوش الوبره العاليه اللي هي زي الفوطه دي، فبالتالي مش ماسك المرتبه. وفي واحده برضو من حبايبي قالت لي افرشي دفايه فوق المرتبه هتمسك لك الملايه وهتبقى حلوه، فهي فكره حلوه جدا برضو.
فالمهم بقى انا هاخدهم واوديهم المحل واشوف. يعني انا يعني وانا كنت بصور الحتة دي كنت مش عارفة انا هروح اعمل ايه واجيب ايه، ولا اشتري ولا ما اشتريش. عمالة اقول اعمل ايه، اخد الفلوس وخلاص ولا اسيب الفلوس وبعدين يجيبوا لي 2 من الهابيتات، ولا اعمل ايه. فهكمل معاكم ان شاء الله الفيديو المرة الجاية. بس لو انتوا فعلا متقبليني حطوا لي لايك علشان اعرف ان انتوا عايزيني اكمل معاكم في التصوير. اشوفكم على خير ومع السلامة.